هل هيبقى عندي فرق في الطول ما بين الرجلين بعد عملية تغيير مفصل الحوض؟ ده سؤال بيتسأل كتير وبيبقى كتير جدا من المرضى بيشيلوا همها. عشان نجاوب لازم نفهم ان احنا في داخل العملية بيبقى عندنا 3 أولويات نحاول نظبطها. رقم 1 نظبط الستابيليتي او الثبات بتاع المفصل، ان المفصل ما يخلعش. رقم 2 نظبط مدى الحركة بتاع المفصل. ورقم 3 نظبط فرق الطول. ال3 دول بيأثروا على بعض، يعني عشان نزود الثبات محتاجين ساعات نزود الطول شوية والعكس صحيح. فبالتالي احنا رقم 1 أهم حاجة عندنا الثبات بتاع المفصل، ثم مدى الحركة، ثم الطول. فساعات بيحصل بعض الفرق في الطول ما بين رجل والتانية، ولو الفرق في حدود سنتي أو سنتي ونص المريض بيقدر بعد كده إن هو يتعافى منه. والفرق الطول ده إلى حد ما بيعدل، لأن الحوض بتاعنا بيميل عشان يعوض الفرق ده. دور الجراح هنا ان هو من الاول يحاول يختار المفصل المناسب علشان يعمل فرق طول في اقل ما يمكن، وفي داخل العمليه يقدر يظبط الفرق بحيث هو يكون في اقل ما يمكن.